كابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بصراحه من ساعه ما جه راجل حد حاطط سيستم جوه النادي، في عدل جوه الفريق. اللي بيجتهد وبيلتزم هو اللي بيلعب، اللي ما بيجتهدش واللي ما بيلتزمش ما بيحصلش على فرصته معاه. قلنا الكلام ده وهنفضل نقوله بصراحه لانه عنصر اساسي في النتائج اللي حصلت داخل نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. نموذج من نماذج اللعيبه اللي كان عليها مشاكل الانجولي شيكو بنزا. شيكو بنزا من ساعه ما جه نادي الزمالك لحد فترة قصيرة كان مسار دايما جدل، سواء جوه الملعب سواء بره الملعب، تصرفات اللعيب. يعني بعض الأمور الخاصة بشيكو بنزا كان عليها جدل بشكل تام، كان عليها جدل بشكل كبير. شيكو بنزا آخر موقف كان في ماتش، يعني كان ماتش سيراميكا كليوباترا في كأس مصر واللي قبليه، يعني الفترة دي كان في ماتش الزمالك هيلعبه، فيلا يا عم شيكو بنزا عشان تلعب. قال لك لا انا مصاب. طب راحوا للجهاز الطبي لقوا ان اللاعب مش مصاب. كان الوقت بتاع ماتش سيراميكا كليوباترا في كاس مصر اللي هم الماتشين ثلاثه في الوقت ده، كان في ماتش منهم بس هو اللي عمل فيه كده شيكو بنزا. يلا يا عم شيكو بنزا قال لك انا مصاب. راحوا للجهاز الطبي لا ده مش مصاب. كابتن معتمد جمال بهدوء استبعدوا الماتش اللي بعديه، استبعدوا الماتش اللي بعديه. طبعا قبلها التصرفات الكتير اللي حصلت من شيكو بنزا وطريقة احتفالاته والصور اللي الراجل بينزلها على الانستجرام عنده بشكل عام كده، الكاركتر بتاعه كان عليه علامات استفهام. طيب اللي حصل اليومين اللي فاتوا، شيكو بنزا قعد مع الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، اعتذر للكابتن معتمد جمال عن اللي حصل منه طوال الفترة اللي فاتت بشكل عام. شيكو بنزا وعد معتمد جمال ان هو هيلتزم الفترة اللي جاية، اللي هو كل اللي حصل بقى الفترة اللي فاتت اقفل الصفحة، اقفل الصفحة. الراجل هيلتزم الفترة اللي جاية بشكل كامل، كل تركيزه مع نادي الزمالك بشكل كامل الفترة اللي جاية. شيكو بنزا اكد لاداره نادي الزمالك انه عايز يكمل مع الفريق ورغبته الاولى انه يكمل مع نادي الزمالك ومش عايز يمشي من نادي الزمالك. والراجل مبسوط بالحاله اللي موجوده والاجواء اللي موجوده، خصوصا ان بدات تتحل مشكله المستحقات الماليه جوه نادي الزمالك. الكابتن معتمد جمال بعد الجلسه الراجل قعد معاه واعتذر والتزم. ولما سالت على فكره كمان عرفت ان الكابتن معتمد او الجهاز الفني بشكل عام بعد الماتش بيشوفوا الارقام اللعيبه الاحصائيات بتاعتهم والكلام ده كله. شيكو بنزا في بعض الغلطات ليه، لكن كاحصائيات الماتشات اللي فاتت كويس. لكن مشكلته بيعمل هفوه تضيع كل حاجه. يعني مثلا ماتش زد نزل الجون كان غلطه منه، الجون كان غلطه منه. لكن هتيجي تبص بشكل عام الراجل هتلاقيه ارقامه كويس. ماتش بيراميدز كان ممتاز، كان ممتاز. كابتن معتمد جمال اللي هيدي لشيكو بنزا فرصه وهيلعبه، بالفعل لعبوا الماتشات اللي فاتت وهيلعبوا الماتشات اللي جايه. طالما انت هتلتزم، طالما انت هيبقى في حاله انضباط جوه الفريق، مش هتعمل لي مشاكل، خلاص مفيش مشكله استفيد منك. خصوصا ان ناحيه الجناح الشمال ما عندكش يا جماعه الا شيكو بنزا واحمد شريف، مفيش الا هما. واحمد شريف بمنتهى الصراحه ما اثبتش نفسه لحد دلوقتي، ما قدمش مستوى يقول ان انا ايه، ان انا موجود وابقى استحق ان انا اكون اساسي مع نادي الزمالك. مستواه متباين مع نادي الزمالك، فانت هتلاعب شيكو بنزا وهتدي لشيكو بنزا. ونفسي شيكو بنزا يستغل الفرصه من دلوقتي لحد نهايه السنه، يركز في الملعب بس، ما تشغلش دماغك باي حاجه خالص جوه الملعب او بره الملعب. قدامك فرصه، انت الاساسي وهتلعب وهتاخد فرصتك كامله. والتصرفات بتاعتك اللي بره الملعب دي لا غلط، يعني ما ينفعش. يعني مشكلته اللي حصلت بينه وبين ادم كايد من فتره، خد عليها غرامه $20,000. يعني بتتكلم داخل في 800 ولا مليون جنيه. اعلى غرامه لاي لعيب جوه نادي الزمالك السنه دي هو شيكو بنزا. مفيش حد خد الغرامه دي. محمد عواد اتغرم مثلا اول مره 400 وتاني مره 400 بس، اول يعني الرقم اللي خده الاول كان 400. لكن شيكو بنزا خبط لزق كده على طول الراجل عم واخد له ايه $20,000. يعني بتتكلم في مليون جنيه. فلا ما ينفعش. طالما هتلعب وهتلتزم لازم تستغل الفرصه، ما تشغلش دماغك باي حاجه خالص بعيد عن الملعب. الناس هتديك فرصتك
فنتمنى ان شيكو بنزا الفتره اللي جايه يكون اضافه لنادي الزمالك، نلاقي نسخه مختلفه عن النسخه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، ويكون جلسه اعتذاره مع الجهاز الفني لنادي الزمالك بدايه حقيقيه ليه الفتره اللي جايه، ويكون مؤثر مع فريق الزمالك.